هنا بهاي المدينة كان إله الشمس والعدل، اسمه الإله شمش. هاي مدينة لارسا الأثرية اللي كانت واحدة من أهم المدن السومرية والأكدية بالعصور القديمة. كانت مدينة لارسا غنية بالإنتاج الزراعي بسبب موقعها على نهر الفرات، وخلاها تصير محور تجاري مهم. تقع مدينة لارسا جنوب العراق في محافظة ذقار قضاء البطحة. تأسست خلال فترة السلالة السومرية، وكانت من أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين، ونافست مدينة إيسين على السيطرة خلال العصر السومري. أشهر حكامها الملك ريمسين الأول، اللي حكم فترة طويلة وحقق ازدهار اقتصادي وعسكري قبل سقوط المدينة بإيد البابليين بقيادة الملك حمورابي عام 1763 قبل الميلاد. وتم اكتشاف الكثير من المعالم الأثرية، منها المعابد والزقورات وألواح طينية تسجل المعاملات التجارية والقوانين والمراسلات السياسية، وأختام اسطوانية تصور مشاهد دينية وحياتية تعطي لمحة عن الثقافة السومرية والبابلية. وتم اكتشاف أنظمة مائية، حيث وجدت بقايا قنوات ري تشير لاقتصاد زراعي قوي. وكشفت الحفريات الأخيرة مباني إدارية ضخمة تشير لوجود نظام إداري متطور. هذا المكان اللي أنا واقف بيه هسه كان مصنع مال فخار، يعني كان هنا يصنعون الفخار والسجاد ويصدرون لباقي المناطق. فكل هاي المنطقة اللي احنا واقفين عليها هسه كلها بقايا الفخار، من الجرات والكؤوس وكل أنواع الفخار والأواني اللي كانوا يستخدمونها. اليوم مدينة لارسا موقع أثري مهم جدا، وبالتنقيبات الأخيرة وجدوا قصور ومعابد وألواح مسمارية تساعدهم بفهم تاريخ بلاد الرافدين بشكل أعمق. وتستمر الحفريات بكشف المزيد عن هاي المدينة حتى تساعدنا ببناء صورة واضحة عن الحياة القديمة. أشوفكم بحلقات جديدة من برنامج رحلة ذقار.